فلوج جديد. النهارده عندنا تمرينة شيست وظهر، تمرينة في العيد. في العادي كل الناس دلوقتي مأجزة، محدش بيتمرن خالص، جيم فاضي زي ما انتوا شايفين، مفيش اي حد. بس ده بقى ميزة ان انت تبقى مدرب شغال في جيم، بيديك مساحة اكبر ان انت تقدر تتمرن. هناخد التمرينة نشوف اللي هيحصل. والله الواحد كان ممكن يوقف، يعني يكسل يأجز، بس على قد ما اقدر لقيت نفسي صاحي بدري، فليه لا يعني. مشكلة الفيديوهات بتاعت الفلوجات ان هي بتبقى مملة، يعني حتى انا بمنتجها ساعات ببقى زهقان كده، مفيهاش الطاقة اللي بتبقى موجودة في باقي الفيديوهات اللي فيها تحديات او فيها معلومات. فالصراحة لما ببقى في التمرين، عشان انا اتعودت على الموضوع ده، اتعودت ان انا لما ابقى في التمرين اتمرن، بس ما اتعودتش ان انا اتكلم وانا بتمرن، ما اتعودتش ان انا اقعد اهزر وانا بتمرن. فمش عارف، ده الصراحة دي عيب بالنسبة لليوتيوب او بالنسبة للفيديوهات، بس هي ميزة في التمرين، يعني انت بتبقى مركز، حاطط اهتمامك كله على التمرين. بس نحاول نغير ده شويه، عشان الواحد بيحاول يبقى صانع محتوى او يقدم حاجه كويسه. برضه المعلومات لو ما اتكلمناش مش هتطلع. يعني الحاجات اللي انا بعملها دي هي ممكن ما يبقاش ليها لازمه قوي، تسخين يعني كده، يعني ساعات بحس ان هي بتفرق معايا. اقول اسخن مفاصل كويس، اوصل المفاصل لابعد مدى حركي، احطها في مدى حركي وهتوصل له في التمرين، يعني بحيث ان انا لما اجي ابدا تمرين احس ان انا جاهز، سخنت كويس، العضلات اللي هتشتغل كلها، ما تحسش ان في حاجه ناقصه. برضه انت التمرين مش بس ان انت تبقى العضلات وكده، يعني عندك دماغك نفسها لو مش جاهزه للتمرين، لازم تجهز عقلك الاول ان انت رايح تتمرن، فده بيدخلك في المود بتاع التمرين. انت ما تعتمدش عليه على طول، يعني لان مش على طول تبقى عايز تتمرن، بس ده بقى ممكن يفرق ناس عن الناس. انا مثلا خلاص اتعودت ان حتى لو مش عايز اتمرن فاتمرن علشان في جدول، عشان في خطه، وده الصح اصلا في العادي، بس على حسب هدفك من الرياضه. مش ده البار اللي بلعب بيه بس نسخن بيه، بعد كده نبدل نجيب التاني. التسخين اتعودت انا اعمل حتى البار الخفيف اللي هو فاضي اصلا من غير حاجه، كأنه اتقل وزن. المكان كله تراب، والله المنظر بتاع المكان هنا المدينه، تحس ان هو انت عايش في اوروبا، بس عشان المطر وكده الفيو كويس. تعالوا نصور المنظر. طبعا لازم يحصل حاجه عباسيه دلوقتي عشان نصور. ايه اللي بعده؟ سخن بال 2020 اصعب مرحله دي، انت تحط اوزان. النهارده اقصى رقم المفروض يبقى 52 ونص، 52 ونص، هنجيب بيه عده واحده ان شاء الله. والاسبوع اللي احنا فيه ده هو الاسبوع الثالث من بعد اخر كسر، كانت اخر اسبوع في الكسر كان من 3 اسابيع، كنت جبت فيه البنش 62 ونص في كل ناحيه، جبت السكوات 77 ونص في كل ناحيه، وديد ليفت ما جاتش 92 ونص في كل ناحيه. بس يوم الديد ليفت ده كنت تعبان، عارف ان هي مش تيجي يعني، فهنحاول فيها تاني بقى كمان ايه 5 اسابيع كده، الكسره الجديده ان شاء الله. سخن 20 كل ناحيه 5 عدات. عندي على طول حاجتين عكس بعض، لما الوزن يتحرك كده بسهوله احس ان انا ابقى قوي جدا، هقدر اجيب الرقم بتاع النهارده بسهوله، وفي نفس الوقت ببقى قلقان، لان ساعات لما بيحصل كده بلاقي نفسي في الرقم الاساسي نزلت جامد، او طاقتي مش قد كده، ما جيت ممكن ما اقدرش اجيب الرقم ده. ساعات بتبقى حاجه عكس بعض، يعني ما بتبقاش ازاي فاهم. انت في الاول هو سخن والتسخين بالنسبه لك سهل جدا، وتلاقي نفسك مش جايب الوزن الاساسي، بالعكس لو التسخين تقيل تلاقي نفسك جايب الوزن الاساسي، حاجه ما تفهمهاش كده. على طول يعني لما تيجي تقيم تبص على عوامل كتيره اتكلمت فيها قبل كده، استشفائك اللي هو النوم، الاكل، الحاجات اللي حوالين يومك كله، الضغوطات، المشاوير بتاعتك، مع صحيانك، حاجات كتير قوي بتفرق في التمرينه نفسها. عشان انت مش بتمرن، بالذات لو انت بتلعب حاجه زي الباور ليفتنج، فانت اساسك هو الجهاز العصبي، يعني انت في الباور ليفتنج انت بتتمرن جهاز عصبي ممكن نقول كده. عضلاتك هي جزء طبعا كبير، مساعد كبير، انت الاساس عندك ان جهازك العصبي يبقى مرتاح فايق، تقدر تحمل عليه، تعمل اللود عليه من غير ما يجيله فتيك، يعني تبقى معادله كبيره كده، بحيث ان انت في الاخر توصل للبيك، توصل للقمه بتاعه الايه، قدرتك على ان انت تشيل وزن تقيل، او ان انت تعمل رقم جديد اللي هو بقى الاسبوع بتاع البيك اللي قبل الايه، قبل الكسره. انت بتشتغل اصلا كل ده، كل الاسابيع دي عشان توصل في الاخر انت تدخل جسمك في احسن حاله ليه، بحيث ان انت يوم الكسره تبقى في احسن حالات. دي ملخص سريع للباور ليفتنج يعني. فعلى قد ما تقدر لما تيجي تبص على تمرين الباور ليفتنج هتلاقي ان مش على طول بشيل اوزان عاليه، مش على طول جايب اخري، لان ده اصلا عكس الباور ليفتنج. زي ما بقول لك جهازك العصبي لازم يبقى مرتاح، فازاي اجيب اخري كل مره والجهاز العصبي مرتاح؟ هتلاقيني اغلب الاسابيع بتمرن في قدره، انا هتلاقيني اغلب الاسابيع بتمرن من 80 ل 95 بالكتير قوي، ممكن ما يوصلش 95% من اقصى رقم ليا، فاهم؟ من 80 ل 95 مثلا. فعلى طول هتلاقيني بتمرن باوزان اخف من اللي انا بكسر بيها، يعني مثلا لو انا اخري هنا 60 و60 مستحيل اجي العب كل ما 60 و60، مستحيل تيجي. فهي دي برضه تاني ملخص الباور ليفتنج، عمالين نلخص كل شويه، بس هو فعلا الباور ليفتنج اكبر من كده بكتير، وجدولته اصعب من كده بكتير، بس بحاول ابسط الموضوع على قد ما اقدر، احاول اعمل نفسي عميق بقى. والصراحه الموضوع الجو يديك برضه ان انت عميق، مطر بقى وشجر ولوحدك. طيب بمناسبه الاكتئاب بقى، انا فتحت الموضوع ده، يعني لازم تفهم حاجه مهمه جدا. اغلب الناس اللي مش بتمارس رياضه بتكتئب، اغلب الناس اللي مش بتمارس رياضه بيجي لها اكتئاب، وده هو كلام علمي جدا كمان، وممكن اجيب ابحاث على الكلام ده، بس هو برضه الموضوع اكتر مرتبط بالواقع اللي احنا فيه حاليا. انت عندك لما تتمرن الجسم بيخلص طاقه كبيره، ممكن الطاقه دي تبقى
بيبقى عندك طاقه سلبيه، ان انت مثلا في دلوقتي مفهوم الطاقه والكلام ده، بس ان هو انت بتطلع الطاقه بتاعتك دي سلبيه ايجابيه ايا كان، بتطلعها في التمرين، بتعمل مجهود يخليك تروح جسمك هادي، ذهنك صافي، بتخلص طاقتك في التمرين. هو مش دي الغرض من التمرين بس ده من الحاجات الايجابيه للتمرين، انت بتحط تركيزك كله في التمرين، بتحاول توظف طاقتك صح. وفي نفس الوقت لو جينا في موضوع الهرمونات، تلاقي بقى ان في حاجات كتير قوي بتتفرز، هرمونات اصلا، هرمونات الاندروفين والهرمونات السعاده، الدوبامين والكلام ده بيتفرز في التمرين. يعني كده كده هيحصل لك اول ما تبدا تمرين، اول ما تبدا رياضه، وده اصلا من الاسباب ان انت تخليك تحب التمرين. برضو الموضوع بيبقى ادمان شويه، انت لو لقيت واحد مثلا بيتمرن وملتزم وكده، مره واحده قطع تمرين، جزء من اللي هيحصل له ان هو ممكن فعلا يجيله اكتئاب، لان هو كان في جرعه معينه بياخدها من الدوبامين ما بقاش ياخدها ان هو ما بيتمرنش. دي برضو حاجه. فلازم تفهم ان التمرين مش بس عضلات، مش بس لا، هو علاج كامل للجسم. مش شرط التمرين بقى اللي هو اللي احنا فيه بتاع الجيم ده، ايا كان هو ايه الرياضه اللي انت بتلعبها، ممكن لو مشي، جري، اي حاجه ايا كان هي ايه، المهم يبقى في حاجه بتعمل لك لود على جسمك بشكل ايجابي وهتفيد جسمك قدام، واللي هي من اقلها يعني البودي بيلدينج. يعني بالنسبه لي انا شايف برضو ان دي اقل رياضه، فكده انا مكمل فيها يعتبر، بس انا اكتر اتجهت في الباور ليفتنج في تمريني، متعلق شويه بالبودي بيلدينج، لان شكل الجسم والكلام ده برضو كان بيفرق قوي، وكان ده هدفي اصلا من الاول، ان انا اعمل شكل جسم كويس وكده والكلام ده. بس دلوقتي خلاص غيرت تفكيري كده اكتر، بقى انا عايز اشغل جسمي صح، عايز اخليه اقوى، عايز اخليه اسرع، عايز اخليه يستحمل اكتر تحمل. وجهه نظري اتغيرت شويه، بس برضو ستيل ان لسه الناس ولسه شباب بيحبوا البودي بيلدينج، وهي فعلا هي مش رياضه قوي، لان انت كل هدفك في الاخر انك تعمل شكل، والشكل ده مش هيفيدك في اي حاجه. انت بتكتسب شويه حاجات صحيه، وشويه حاجات بتبقى برضو في شويه قوه زياده، مش هنقول اعصاب قوي يعني، مثلا لا انت مش صارف قوي، مش صارفش قوي جهازك العصبي، بس بيبقى فيه لو انت ماشي صح في البودي بيلدينج هتوصل برضو لمنطقه كويسه، بس هي مش احسن رياضه يعني. عايزين نجيب الحزام. نخش تالت واحده بقى. شكلنا هنطول النهارده، بحاول على قد ما اقدر ما اطولش، برضه التليفون هيفصل مني، عايزين نمشي بدري يعني، مش عايز اعدي العيد في الجيم يعني، لان انا ما عنديش مانع اقضي العيد في الجيم، بس كتمرين مش شغل يعني. محتاجين الصيف يخش الواحد يبدا ينشف عشان يلبس الحزام، بس مش هقعد كتير ان شاء الله. جت كويس وقلت الحمد لله. ابدا لا اكتر بقى، جت كويس ابدا لا، نحط الوزن اللي بعده من دلوقتي، هنا 40 و40 اللي جايه اخر تسخين. وما تستغربش انا في الباور ليفتنج مسخن 4 مجاميع، الناس بتسخن اكتر فعادي يعني. خلينا نغير زاويه التصوير شويه. مش عارف الصراحه اصلا كنت ظاهر ولا ايه، ان شاء الله كنت ظاهر يعني. على قد ما اقدر بحاول اخلي جوده الفيديوهات كويسه، محتوى كويس نضيف، ما فيهوش اي سلبيات، علشان هو ده المحتوى ده للاسف مش هو اللي بيزيد قوي يعني، ومش هو ده اللي بيجيب ريتش، كلنا عارفينه يعني. اي حد بدايته مش كويسه، بدايه ايا كان بقى بدايته في ايه، ممكن مثلا زي دلوقتي بدايتي في السوشيال ميديا مش كويسه، فلاقي انا في الاخر القاعده بتاعتي نفسها مش سليمه، وده هيضطر ان انا ممكن كل ده يقع، لان اصلا القاعده بتاعتي مش كويسه، عندي سلبيات ايا كان بقى. السلبيات دي عباره عن ايه؟ الفاظ، اي حاجه بقى ايا كان هي ايه، بس احنا بنحاول على قد ما نقدر نخلي المحتوى نضيف، محتوى علمي يفيد، لان العلم هو اللي بيطور البني ادم. اول ما بدات في الجيم، اول فتره ليا كنت حابب الموضوع قوي، وحابب اعرف اكتر، وحابب اتعلم اكتر، بس الموضوع اصلا ما كانش قوي ان انا اتعلم، انا كنت بادئ وانا صغير، وما كانش عندي حته التعلم دي قوي، بس كان عندي حته التجربه، ان انا عايز اجرب اشوف حاجات اكتر، يعني اعرف ده بيتعمل ازاي، ده بيتعمل ازاي، اعمل الشكل بتاع المدرب اللي انا كنت معاه، اللي هو كان جسمه كويس جدا، واحاول اوصل زيه. بس حاجه بقى من اللي انا على مدار الوقت يعني بقيت عايز ان انا ابقى مدرب، وبالوقت عرفت ان انا كنت في الاول بدون ذكر اسماء بدون اي حاجه يعني، ان انا ما كنتش بستفاد من المدرب اللي انا معاه، ما كانش عايز يوصل، مش ما كانش عايز، هو اكيد كان عايز يوصل النتيجه، بس طريقه ما كانتش صح، من ان انا كنت طفل. طيب نكمل، نخش مجموعه ونكمل الموضوع اللي كنت بتكلم فيه انا ان شاء الله هفتكره يعني. تقول لي بقى انت بتلبس الحزام في البنش ليه؟ هقول لك حزام ان هو بيزود الضغط والكلام ده كلنا خلاص عرفناه. في ناس كتير ما بتلبسوش البنش وعادي بتجيب اوزان عاليه، بس هو فعلا بيساعد يعني. انا لما بشيل الحزام بحس بالفرق، فطول ما انت ما جربتش ممكن ما تبقاش حاسس قوي الموضوع عامل ازاي، بس هو موضوع ان انت تزود الضغط ده بالذات في السكوات والديد ليفت، وان انت تبقى الجذع بتاعك ثابت، ده بيفرق جدا، ان انت تتحكم في الوزن، تشيل وزن، مش تشيل وزن بس، اهم حاجه انت تتحكم في الوزن، زي ما هو اللي يتحكم فيه. طيب ايه اللي حصل؟ ممكن المسكه مش مظبوطه، تاني بسم الله. يمكن عشان شلت ايدي حطيتها فالماسكه باظت مثلا ولا حاجه، بس هي طلعت سهله برضه الحمد لله. برضه الوزن اللي احنا هنحطه مش تقيل قوي، لان الواحد لوحده مش عايز 52 ونص، اعتقد سهله ان شاء الله، مش اعتقد يعني على قد ما اقدر هي فعلا سهله، لان بعيده جدا عن اقصى رقم ليا، حتى مش قريبه. لا قريبه تصدق قريبه شويه. طيب نكمل. كنت اقول لك عليه اللي هو موضوع موضوع ان انا كنت صغير فايه،
فالمدرب بتاعي ما كانش مهتم قوي، ودي بقى ايه حاجه من اللي انا حبيت بعد كده ان انا يعني اظبطها او ان انا اعدلها. انا مش عايز عشان ده اللي معايا طفل فانا مش ههتم بيه، وعشان اللي معايا طفل هضحك عليه او مش هديله ال 100% اللي بديها للكبير. بس الموضوع ده للاسف هو منتشر شويه، بس انت لازم تبص ان انت معاك طفل ان هو محتاج اهتمام اكتر بكتير من الكبير، محتاج جدول احسن، مش هقول لك احسن بس جدول متفصل اكتر عن الكبير، عن الشخص الكبير اللي انت بتمرنه، النظام ومتابعه اكتر، علشان ده في الاول والاخر طفل هو ما يقدرش يعمل اي حاجه بنفسه. يعني هو جاي لك مش عارف اصلا يعني ايه الموضوع، مش عارف اي حاجه. اقل الشخص الكبير ممكن يبقى نازل جيم، شاف جيم في حياته، او الشخص الطفل الصغير ده بيبقى لسه مش عارف اي حاجه، لسه مش عارف يتعود يعني يمشي حتى، فاهم؟ ممكن المشي يبقى عنده فيه مشكله. يعني واحد مثلا شخص طفل صغير ولسه المشي عنده هو مش عارف بيمشي ازاي، لسه ما استوعبش اصلا حركه المشي. وده ناس كتير، ده ناس كبيره لغايه دلوقتي ما بتبقاش مستوعب حركه المشي بتحصل ازاي، او المفروض الجوينت تتحرك ازاي. فده من تدريبات برضو التوافق والكلام ده. فانت لما يبقى معاك طفل حاول على قد ما تقدر، الكلام ده بقى المدربين او لنفسي يعني ممكن برضو ان انا حاجه كنت بفكر فيها يعني من زمان، لما يبقى معاك طفل على قد ما تقدر اديله 100% اكتر من 100%، اعمل له نظام توافق مع وقته دراسته، ما تضغطش عليه بزياده، ان هو في الاول والاخر طفل. راعي الشده والحجم كويس جدا في التمرين، ما تدروش شده عاليه جدا مش حجم عالي جدا، زي ما بيقولوا كده ما تحرقش اللي معاك. غلطه كبيره جدا بتحصل في الاطفال اللي بتتمرن ان انت تلاقي الطفل اللي معاك او الناشئ اللي معاك ده كان بيلعب مثلا كوره، بيلعب سباحه، الكلام ده تلاقيه وصل لسن يعني مثلا 13 15 ليه خلاص عايز يبطل رياضه، او جسمه نفسه خلاص طفى مش قادر يكمل. فده بيبقى بسبب مال الزياده، عدم الجدوله الصح، عدم تحديد الاحمال صح، الكلام ده كله. مفيش مدرب بيفهم في كل حاجه قوي 100%، مفيش حد معد بدني 100% ومخطط احمال 100% ويقدر يعمل لك كل حاجه 100%، مفيش الكلام ده. فانت على قد ما تقدر لو حتى مش عارف تعمل حاجه معينه كلم حد، شوف حد شاطر في الحته دي، وجه الطفل ده او الناشئ ده للشخص ده عشان يساعدك. ما تخليش كل حاجه محتكر كل حاجه عندك، على قد ما تقدر تعلم اكتر عشان تفيد الناس اللي معاك. ونرجع تاني لموضوع الاطفال، فزي ما قلت لك ان انت الناشئ اللي معاك ده لازم تبقى مظبط له كل حاجه علشان ما تحرقش الطفل من الاخر، وما تخلوش يجي لك في سن كبير خلاص هو انتهى مسيرته الرياضيه كده، انتهت، اصابات كتير بقى، جسم نشف مش قادر يتمرن مش عارف ايه الكلام اللي بيحصل ده. ودي اصلا من الغلطات اللي بتحصل في مع الناشئين. تلاقي ولد مثلا ان هو مثلا 10 سنين كويس جدا، يجي لك يكبر شويه خلاص هو ما بقاش زي الاول خالص. حاجه مهمه ممكن نتكلم فيها برضو بتاعت ان انت ما تعودش جسمك على بوزيشن واحد على طول. لسه فاكرها عشان عملت كده دلوقتي مش عارف. موضوع ان انت تعود جسمك على بوزيشن واحد ده، او ان انت تقعد بالذات الناس اللي شغاله في شغل مكتبي اكتر، او الناس اللي بتقعد كتير الكلام ده، حاول على قد ما تقدر انت تظبط وضع جسمك بحيث انك ما تفضلش في وضع معين. مثلا ما افضلش عامل كده كتير، ما افضلش تاني ظهري كده كتير، ما افضلش فارد ظهري كتير. لازم تغير كل شويه حاجه، لان دي من اكتر الاسباب ان انت تحافظ على وضع معين طول الفتره، طول وقت كبير، اللي بتعمل لك ضغوطات وبتعمل لك الم في اماكن زي الكتف، الرقبه، الظهر، اسفل الظهر، منتصف الظهر. الكلام ده كله بيحصل لك غالبا بسبب انت بتعود جسمك على وضع معين وما بيتغيروش، فبيحصل بقى ايه امبالانس في عضلات، مفاصل بتبدا يحصل لك فيها الم، تحس مثلا بالم في مفصل الكتف في الحركه، الكلام ده عضلات بيحصل لها ارتخاء. فعلى قد ما تقدر غير وضع جسمك على الاقل مثلا كل نص ساعه. والكلام ده اكتر الناس اللي شغاله شغل بال8 و10 ساعات وبتبقى غالبا في بوزيشن واحد ما يتغيروش، وتجي لك بقى الجيم تقول لك عندي الم في كذا وكذا. فانت اول حاجه تبص عليها الروتين، حياتها ماشيه ازاي، تعمل ايه اكتر. اي هتلاقي واحد رقبته وجعاه وغالبا اكتر حاجه بيعملها ان هو قاعد بوضع معين ما بيغيروش، فهو ده اصلا. لكن ما تجوش الجيم بقى تقعد تلعب رقبه. يعني نصيحه غير وضع جسمك كل شويه من ناحيه بالذات العمود الفقري، لان يحصل لك مشاكل في المستقبل. بس خلينا نخش بقى المجموعه الثقيله، المفروض هي تقيله يعني، هي تقيله بتاعت النهارده ان شاء الله. عارف تقريبا كده الرغي ده كله مش هيتسجل انا عارف، بس انا بفيد نفسي والله وانا بتكلم كده. انا بستعمل طباشير المفروض، بس ايه مش هستعملها النهارده، ما تقوليش ليه، انا هو مكسل. بس ممكن استعملها في العدات الكتير عشان ما يفلتش شمال شويه. بس يلا بينا، توكلنا على الله. بسم الله.
واللي جايه بكام؟ ماشي بص كده محتاجين ايه نختار لنا كده، نبص على البرنامج فهنقفل الفيديو ونفتح. طيب اللي جايه هتبقى 47 ونص بعد التعديل، يعني تجيب 45 3 نجيب ب 47 ونص عدتين. بالنسبه للاوزان والكلام ده في الباور ليفتنج، انت لما بتيجي تحط الاوزان بتاعتك يعني نصيحه حاول ما تحطش الاوزان بتاعتك انت، خلي حد واحد صاحبك يحط لك الاوزان بس يكون فاهم يعني، او مع المدرب بتاعك يعني، او لو هتعملها انت فركز قوي يعني، لان انت غصب عنك هتلاقي نفسك بتزود او عايز تزود على طول، مش قادر تستحمل ان انت تلعب باوزان خفيفه. عايز على طول تحاول تزيد على طول، تزيد. للاسف ده مش حقيقه يعني، ده ما بيحصلش. انا عايز اقول لك انا لما باجي اكسر ما بحاولش ان اكسر باكتر من 2 ونص، يعني انا ساعه ما بدات باور ليفتنج مفيش مره كسرت غير لما حطيت 2 ونص، ما بكترش ب5 دي ابدا، مش علشان حاجه لكن علشان اللي انا عايز اعمله ان انا ما اتصابش، عايز اطلع بالراحه على قد ما اقدر، عايز ابقى مركز، مش عايز الاوزان تخليني اتصاب، لان هو الباور ليفتنج اكتر حاجه مشهوره عنه تلعب باور ليفتنج يعني انت واحد بتدغدغ واحد متكسر. يعني انا افتكر قبل كده في حد هنا كان بيشوف الجيم وكده وطلع باور ليفتر، واحد صاحبي كان شغال معايا محمد اشرف، قال له يعني بلعب باور ليفتنج وكده ومش عارف ايه، قال لي بس انت جسمك محتاج يزيد عن كده من ناحيه الوزن، يعني انا بتوع الباور ليفتنج على طول بيبقوا تخان وكده، هي دي حقيقه الصراحه، دي منتشره وده الواقع، يعني انت باور ليفتر لازم يبقى تخين، بس انا في نفس الوقت مدرب بيرسونال ترينر فلازم وزني يبقى كويس، شكل جسمي كويس، فمش عايز ابقى انا مش عايز ابقى سور مثلا ولا ايدي هول كان الناس دي، لا انا عايز العب باور ليفتنج اوصل لاخري. انا عندك اشهر حد بالنسبه لي اعرفه ان هو صالح ابو الدهب، من احسن الناس يعني اللي بتلعب باور ليفتنج، وواخد بطولات كبيره ووصل لمستويات عاليه جدا، في نفس الوقت هو مش جسمه كويس متناسق، مش يعني شغال يقدر يخس يقدر يزيد لكن مش واصل للحجم الاوفر يعني. فانا عايز اوصل للحته دي، عايز ابقى جسمي كويس شكلي كويس في نفس الوقت بلعب باور ليفتنج قوي. غير كده موضوع بقى الاصابات، هو قال لي في نفس الوقت ان في اصابات بقى لازم تحصل لك وانت كتف وظهرك هو الموضوع ده حقيقي على طول، الباور ليفتنج بيؤدي غالبا للاصابات، لان انت بتحط على جسمك لود. الانسان الطبيعي يعني مثلا كام في المية بيشيلوا 200 كيلو ديد ليفت مثلا، كنت شايف فيديو قبل كده بيقول لك 1% بيشيل 200 كيلو، مش عارف ممكن النسبه دي اكتر، بس 200 كيلو انت واحد بتحط على جسمك 200 كيلو وانت وزنك 70 كيلو، الموضوع هيبقى فيه شويه انت بتضغط على فصلك وبتضغط على جسمك، بس انت بتحاول تبقى جاهز ان انت تعمل ده، تحاول تبقى مرتاح ان انت تعمل ده، تحاول انت متحفز ان انت تعمل ده، فانت لو ماشي بذكاء هتوصل من غير اصابات على الاقل كتير. يعني مثلا لما بيجي لي اصابه او بيجي لي وجع في كوعي وجع في كتفي، على قد ما بقدر بحاول اتعامل، ما بحاولش ان انا لا هكمل واضغط والوس، لا انا ممكن عادي اريح تمرين، اهدي التمرين، اوقف تمرين خالص الفتره دي لغايه ما التعب ده يروح او الوجع ده يروح، ما اضغطش على جسمي قوي بحيث ان انا ما اجيبش اخري، ما اوصلش لاخري على طول عشان اعرف اكمل. بس الاستمراريه هي مفتاح اي رياضه اي حاجه، ان انت تعمل استمراريه ان انت تكمل. مش المفروض اخش كده دلوقتي انت لو عملت حاجه تخليك مش هتكمل قدام، مثال بقى اتمرنت ايام اكتر من انت تقدر تلتزم بيها، شلت اوزان جابت لك اصابه ايا كان، مش هتستمر فمش هتوصل لاي حاجه. كلمه السر بقى انه شات جي بي تي، كلام شات جي بي تي ده كلمه السر في الاستمراريه. التركايه كده بتحصل لازم الناس كتير بتعملها، ان انت بتحط البار على صوابعك فالناس بتمسك كده، دي غلطه كبيره جدا، انت كده محمل على ايدك مش عارف تشيل اوزان، محمل على صوابعك محمل على ريستك. الصح انت تخلي البار في بطن ايدك، طبعا ما تمسكش ايدك كده، امسك كده علشان البار ما يفلتش ويقف على صدرك. اللي جايه بقى ايه مجموعه عدات، نعمل 5 عدات ب 42 ونص، وحاطط التارجت ان انا امشي هنا الساعه 5 ونص بالكتير، غالبا دلوقتي الساعه داخله على 4، كل ده في اول شكل. الوقت عندك في الباور ليفتنج يعني تمرين زي ده هياخد لك نص ساعه بالقليل بقى مش بالكتير، بالكتير هياخد لك 40 دقيقه 45 دقيقه، 40 دقيقه 45 دقيقه دي ممكن الناس تاخد تمرينه كامله فيها، لسه في اول تمرين، فعلى قد ما تقدر بقى لما تيجي توزع الجدول بتاعك ماليش فيه تمارين كتير قوي، بس انا الصراحه حاطط تمارين كتير يعتبر يعني. انا عندي النهارده بار فلات لتمرين الاساسي، عندي تي بار رو على طول، الجهاز ده بحب العبه الصراحه، ما حدش بيحبه، كان بيضغط على المنطقه دي بتاعت الصدر وكده، بس عادي مش مهم. عندك بعديها انكلاين شيست على الكابلات، ادي كده 3. عندك بعدها ستريت ارم، انا حاطط كتف النهارده والله فاكر، عشان كده لازم تسجل. عندك بعد كده لاترال ريز بقى، عشان كده لازم تسجل التمرين. انا مسجل التمرين ببرنامج اسمه هيفي، انا ما سجلتش التمرين الصراحه ايه، انا مش بفتكر، انا فاكر البار فلات بالعافيه، ما بالك بقى بقيه الاوزان بقيه العدات بقيه المجاميع. هو خلينا ناخد برضو النقطه دي، حته ان انت تسجل اوزانك تسجل عداتك. الناس بتعمل ايه؟ الناس بتقول لك انا فاكر اتقل وزن ليه، يعني مثلا هلعب دمبل عالي، فانا خلاص عارف ان الدمبل العالي بتاعي اخري 45 بجيب بيه 5 عدات، خلاص انا كده عارف التمرين ده. طيب
هتساله مثلا ده اول تمرين عندي، هتساله على اخر تمرين في السايكل هيقول لك لا مش فاكر، او اخر تمرين احنا قلنا في اليوم في السايكل، لا قصدي في اليوم يعني، اخر تمرين بقى في الاسبوع هيقول لك لا مش فاكر. لو مش مسجل كل التمرينه بالمجاميع بتاعتها مش هتعرف تحدد الحجم، مش هتعرف تحدد الشده، مش هتعرف تحدد الراحه، ودول اصلا هم اساس ايه الحمل التدريبي بتاعك. واحد بتخش بقى تعمل اي حاجه عشوائيه يعني، يلا النهارده كده ويلا النهارده كده، فغلطه دي كانت غلطه برضه كنت بعملها زمان، والمدرب بتاعي ما كانش بيسجل ولا على طول ارجع للحته دي، لان انا على طول بشوف الغلطات اللي كانت بتحصل معايا وبيجيب نتيجه. ان انت ماشي عشوائي هيجيب لك نتيجه كده كده، بالذات لو انت لسه بادئ. ان انت واحد كنت مش اي حاجه غير انت مثلا بتروح الشغل تيجي تنام تاكل خلاص كده، حتى حاطينك في الجيم قلت لك شلت هيطلع لك عضلات ايا بقى شلت ايه، لكن بقى لو ماشي صح هيطلع لك عضلات اكتر 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 بقى في البناء العضلي يعني. وبرده في الحته اللي في الاول دي هيطلع لك عضلات لغايه فتره معينه، لكن بعد كده خلاص انت تقعد بقى تتسوح كل شويه تغير نظام، كل شويه تغير تمرين، طب وريني بقى الزاويه الجديده دي، وريني الحته دي بص بتجيب العضله ازاي، فكل الكلام ده ايه اي كلام يعني. حركه محترفين دي يعرف يخمن الشداده بقى قد ايه. للاسف هم بتوع الجيم كده دمهم تقيل. المكان بقى بالليل بعد المطره والكلام ده تلاقيه قلب فيلم رعب. خلينا نجيبها من قدام هنا من بعيد كده هنا، عشان انا كل مره اصور الاقي راسي مش باينه اصلا. بس مش عايز اتعب نفسي يعني. هل هتقول لي انت كده سخنت ظهرك؟ عارف، بس انا بالنسبه لي كده انا مرضي يعني. وغير كده خلاص بقى انا كتفي اشتغل في البنش وكده، الشيست ده بيشغل لك جسمك كله، ان هو يبان ان انت بتحرك ايدك بس يعني، بس لا انت جسمك كله شغال، رجلك، ظهرك، اماميات رجلك، خلفيات رجلك، جلوتس، الكور، الشيست، تراي، كتف امامي، الباي، ايه تاني؟ مفيش حاجه مش شغاله. الاماميات هتكبر بالبنش بريس، لا مفيش الكلام ده، بس هي شغاله كمثبته او كمساعده، فمش هتاخد برضه الحمل التدريبي اللي هو، بس قلت لك برضه انها شغاله عشان تبقى عامل حسابك يعني مثلا لو قلت لك ان انت هتلعب كتف امامي امبارح، تيجي النهارده تلعب مثلا شيست، ده ينفع وينفع لو الحجم تمام، بس في العموم لا مش احسن حاجه، مش احسن طريقه ان انت هتلعب كتف امامي، ترهق كتفك امبارح يعني هتلاقي ممكن مثلا ما تنامش كويس، ممكن مش عارف ايه، لو نمت كويس وكده هتيجي برضه تلاقي شويه لاكتيك اسيد الكلام ده، فهتلاقي نفسك تعبان، كتفك الامامي تعبان. هتقولي ما انا هلعب شيست عادي، لا كتفك الامامي مساعد وعضله مساعده وتعتبر اساسيه يعني، عضله مساعده اساسيه 100%. كتفك الامامي شغال في البنش، تراي 100% التراي شغال في البنش. هل بقى هي دي العضلات الاساسيه العضله اللي احنا بنلعب عليها اصلا؟ لا، الشيست اللي بنلعب عليه، بس برضه شغالين. نبدا بقى من هنا ايه، نريح دقيقتين بس. يا الله ده في مشكله هنا كبيره. الحل ده حل انتحاري حرفيا، لان في اي وقت ممكن تقوم واخداني وقعه وانا بربط الشداد. كان لسه قايل لواحد صاحبي على طول حاول تختار التمرين او تعود على التمرين لوحدك. الواحد بينها كأنه لاعب، كأنه محتاج يلعب كارديو، الواحد محتاج يلعب كارديو. ما تخليش حد يساعدك كتير، ما تخليش حد يساعدك اصلا، ما تعتمدش ان حد واقف معاك. اختار الوزن اللي انت تلعب بيه لوحدك، اختار التمرين اللي بتلعب بيه لوحدك. ما تخليش مثلا هلعب مثلا سكوات فهات لي بقى البار، حد يجيب لي البار. لازم اختار على طول التمرين تلعبه لوحدك. من نفسك هتيجي الجيم كل يوم لوحدك، وده الحقيقه يعني. عايز تكمل في الجيم لازم تيجي لوحدك، ما تعتمدش على حد. مش قصدي ان انت تسيب صاحبك وتسيب اللي بيتمرن معاك، تسيب المدرب بتاعك يعني. ماشي، كنا عاملين 8 او كنا هدف 8 جبنا 7، بس كده حلو قوي. هو تمرين فعال جدا لو بتلعبه صح. موضوع ان انت تتمرن بالعلم، تتمرن بالعلم هي حاجه منتشره دلوقتي جدا، حاجه صحيه جدا، حاجه كويسه جدا، مش عشوائي زي ما قلت في الاول ان احنا خلاص مش عايزين نطير عشوائيه خلاص، لكن عايزين جدوله، عايزين علم حقيقي فعلا. بس الشباب بقى ايه بدات تأفور، او الموضوع
بدأ يخرج عن سياق العلم، عن سياق الحاجات الجديده. انت بقى بتعمل حاجه مختلفه، فبصوا الزاويه دي بتيجي ازاي، وبصوا الزاويه دي بتيجي ازاي، والزاويه من هنا لهنا بتجيب اكتر حاجه. انا معاك، انا مع اي حد بيقول كده، وان مثلا التمرين ده هيجيب العضلات بطريقه احسن، وهيعمل لك هايبرتروفي احسن وكل ده. بس هل بقى التمرين ده مناسب لكل الناس؟ التمرين ده مناسب للشخص اللي انت عايز تديله التمرين ده؟ يعني فيها اختلافات كبيره. فالتمرين بالعلم زي ما بنقول كويس، التمرين بالعلم مش غلط، مبنيه لو مبنيه على فعلا علوم زي بايو ميكانيك بقى، تشريح فسيولوجي، وقدامها نتائج كويسه، ونتائج بقى تفرق كتير قوي عن التمرين اللي بالعلم برضه، بس البيزك عليه، البيزك التمرين ما فيهوش حاجه، التمرين ما فيهوش افوره. لو ده فعلا الحقيقه، لو ده اللي موجود فعلا، فخلاص هناخد التمرين بالعلم، ناخد الزوايا اللي كلها فردي، ناخد الشدادات والحبال والريزستنت باند اللي فوق العيد، ايا كان بقى الافوره اللي بتحصل. لو هي دي فعلا اللي هتلغي بقى اللي فات، بس مش دي الحقيقه، مش ده اللي هيلغي التمرين اللي بالعلم، اللي بالعادي، الحركات العاديه اللي احنا كلنا عارفينها. المحتوى اللي ظاهر دلوقتي انتشر ولولا التمرين بالعلم ده فعلا حاجه حقيقيه وصح، التمرين بالعلم الحقيقي يعني، مش اللي هو اللي فيه افوره، ما كانش انتشر. تمام، كلام اكتر للشباب، اسال واعرف قبل ما تجرب اي حاجه، ان انت تبدا بالاساسيات ايا كان مستواك، ايا كان انت فين، بص على طول على الاساسيات. انا معاك ان انت لو مستواك متقدم جدا انت بقى محتاج حاجات معينه ومش عارف ايه، بس كلنا محتاجين اساسيات، مفيش حد مش محتاج اساسيات. يعني كان في مدرب اجنبي كده كنت بشوف له فيديوهات، هو مدرب جامد جدا اسمه تشارلز حاجه مش فاهم حاجه يعني، كان لاعب كمال اجسام وكده، فالناس خلاص تاخد بمعلومات، بس زوايا غريبه، زوايا مش بتجيب العضلات اللي المفروض تيجي يعني. وانا كنت الصراحه زمان كنت بعتمد منها حاجات يعني، بس بالوقت خلاص عرفت، واحد بقى درست تشريح ودرست علم حركه، فلا اللي بيحصل ده مش هو ده. هو هي شكلها حلو وبتعمل بامب ومش عارف ايه، بس مش ده المطلوب. للاسف الجيم كله تراب، عمال انضف الجيم بهدوم حرفيا. مش عارف الكاميرا كده جايبه ايه، بس احنا هنروح الناحيه التانيه، نخش بقى الانكلاين شيست. عندي انكلاين شيست بريس على الكابلات، وهتقول لي بتلعب هنا ليه؟ اقول لك عشان ما عندناش جهاز كابلات. ايه، ما عندناش جهاز انكلاين، بلعب الانكلاين هنا بقى. هي كويسه يعني، مش وحشه، معتمد عليها بقى لي سنتين ولا اكتر. وانا الصراحه التمارين بقى اللي انا بلعبها دي، التي بار بقى والانكلاين شيست وكده، هي دي التمارين اللي بقول لك عليها ان هي بتاعت بودي بيلدينج، اللي انا جاي منه اصلا. وانا متعلق الصراحه بالبودي بيلدينج، ما عنديش يعني حتى لو مهما كنت بلعب بقى اي كان الرياضه اللي هلعبها، برضه هتلاقيني بلعب بودي بيلدينج اساسي. ماشي، بص بقى الطريقه اللي نطلع بيها هنا ازاي عشان ما نصابش. طيب الفيديو كده خلص، بس انا مش عارف هو قطع فين بالظبط، لان هو قطع في الاخر يعتبر. ده كان فيديو النهارده، وكان فلوج كده مش سريع قوي، بس فلوج اتكلمنا فيه شويه حاجات كويسه. ان شاء الله بكره برضو في تمرينه ثانيه نصورها برضو، دي سكوات ودراع. لو عجبك الفيديو واستفدت، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. استنى الفيديو اللي جاي، سلام.